بتقول لي أنا عن نفسي بعمل كده تعرف ده أنا أول ما جوزي سافر جريت رحت وصيت عليه واشتريته وما بقش محتاجة لجوزي أبدا. قلت لها طيب واستخدمه أذا؟ قالت لي يعني إيه تستخدمي أز إيه أنت مش فاهمه ولا إيه؟ قلت لها لا. قالت لي يعني شوفي كانت تعملي إيه مع جوزك هو نفس الفكرة هي بالضبط، بس الفرق أنه أنت اللي بتتحكمي يعني في التحركات، أنت اللي بتبقي عارفة تعملي إيه وما تعمليش إيه. وبعدين بصراحة بتجيبي اللي أنت نفسك فيه كل حاجة هي حجم زي ما أنت عايزه وطول زي ما أنت عايزه. يعني أنا بقي ما أقول كيش جبت أكبر حجم هناك أصل. أنا الموضوع معدي وصل لبعيد خالص. قلت لها يعني أنت خلاص متعودتي على كده؟ قالت لي ولا بعرف أنام غير لما أعمل كده. قلت لها طيب اطلبي لي من نفس المكان اللي جبتي منه. وقالت لي حاضر بس كده من عيون الاثنين هعملوا كده ربس. بقول لك إيه أنا بقي لي مسؤوله أنا ماليش دعوه. قلت لها تقصدي إيه؟ قالت لي يعني أوعي صوتك آخر الليل يجيب آخر الدنيا وطيب صوتك كده. قلت لها يوهي هاتي صوتي ليه وانا حد معدي. قالت لي مش بقول لك كان هو تمام افهمي يا بنت. وضحكنا وهزرنا وبعدين قمت أنا طلعت على شقتي واستنيتها بقي لما تتصل بيا وتقول لي أن هو وصل. وبصراحه راحة ما كنتش مصدقه أنه أنا ممكن يعني الموضوع يعجبني للدرجة دي، لدرجة أنه أنا كل ده يحصل لي بسبه ما فيش يومين ولقيتها بتتصل بي وتقول لي خلاص أهو وصل. قلت لها أن بتتكلمي جدي؟ قالت لي أيوه يلا انزلي خدي الحاجة بتاعتك. نزلت لقيت علبه وأخذتها. قلت لها أنا هطلع. قالت لي مش هتفتحي وتشوفي؟ قلت لها فوق مع نفسي يلا بأي وثبتها. وطلعت على بيتي وفتحت العلبة وانبهرت باللي شفته ما كنتش مصدقه. عيوني إيه كل ده؟ هي طلبت لي على مزاجها بس أنا ما كنت فاهمه أنه الموضوع حقيقي قوي كده ده ما يختلفش عن الحقيقي أبدا. كل حاجة بمعنى كلمه كل حاجة لاقوه كمان ده بينس مش عارفه أقول لكم. بس إيه المهم أنه أنا كان فرحانه قوي بالموضوع. وقلت لنفسي يا بنتي اقعدي وجربي. وفعلا دخلت اخدت شاور عشان كده اهدي أعصابي شويه واعرف أنا هعمل إيه ويكون البال رقيق ومزاجي صافي. وفعلا طلعت بعدما أخذت الشاور السخن وقعدت كده مع نفسي وبعدين فتحت العلبة وابتديت أحضر كل حاجة. ولما جربت انبهرت من أول مرة كده روحي راحت وحسيت أنه أنا في دنيا غير الدنيا وكانت في عز ما أنا موجودة. وبعمل كده تليفوني رن. جوزي اللي مسافر برهم مصر وبيشتغل هناك لقيته بيكلمني. وطبعا أنا لو ما ردتش عليه هيفضل يزن يا أما هيتصل بأهلي حد يجي يشوفني. أصلي هو بصراحة بيحبني قوي وبيغير عليا خالص علشان كده لو ما ردتش عليه من أول مرة بيقلب الدنيا كده عالية. فقلت أما أرد عليه وبعدين أكمل. وفعلا رديت عليه لكن كانت مش قادرة أتكلم بنهج بقي ومش عارفه أقول له إيه. لقيته بيقول لي بلهفه ما لا صوتك يا حبيبتي أنت زي ما يكون كانت بتجري. قلت له أبدا يا حبيبي أصلي يعني منظف البيت ويعني كانت بشيل حاجة من مكانها وكده. قال لي لا يا حبيبتي شوفي أي حد يساعدك وما تعمليش حاجة بنفسك أنا عارفه أنا بخاف علي قد إيه. قلت له ماشي يا حبيبي إيه وحشتني قوي هتنزل أمتي بس قولي خلاص هانت آخر السنة دي هتلقيني نازلك. قلت له لسه آخر السنة دي إحنا في أولها. قال لي معلش يا حبيبتي استحملي. قل له اكت من كده على العموم يا حبيبي أنا عارفه إنه أنا بتعلي كل ده علشاني وأنا مش زعلونه أبدا. وكمان أنا بحبك وطولي ما أنا بتعمل الحاجة اللي تبسطك وتريحك. أنا عمري أبدا ما أبقى زعلونها منك. وقفلت مع جوزي وكان مبسوط قوي وأنا كمان كانت مبسوطه بصراحة. عمري في حياتي يا ما كانت أتخيل أنه أنا أعمل كده. لكن بصراحة كان لازم أقول لجوزي الكلام ده. أصل أنا لو ما قلتلوش الكلام ده ممكن يشك أنه في حاجة غلط. ما أنا كل مرة بقوله نفس الكلام وابتديت بقي بصراحة أنه أنا
أروح أكمل اللي كانت بعمله، وفعلا رحت وابتديت أعمل الموضوع ده ثاني، وبقيت كل يوم بصراحة راحة لو ورايا مشوار ولا حاجة أروح أعمل المشوار ده بسرعة وبعدين ارجع ثاني عشان أكمل. أصلي أنتم مش فاهمين الموضوع ده بالنسبة لي بقي زي الميه والهواء كده، ما أقدرش أعيش من غيره ده. حتى صاحبتي وجارتي في نفس البناية ما بقش انزلها أبدا، وفين لما أكلمها. وفي مرة من المرات لقيت باب البيت بير، رحت عشين افتح، لقيتها جارتي ولقيتها بتقولي إيه جرى، إيه هو من لقي أحبابه نسي أصحابه ولا إيه؟ قلت لها أبدا يا حبيبتي ادخلي. قالت لي ادخل إيه بس كده برض بقوالك قد إيه ما بتسليش عني. قلت لها معلش صدقيني مشاغل مش أكتر. قالت لي ماشي طمنيني عملتي إيه؟ قلت لها عملة إيه هي في إيه؟ قالت لي يا وليه في الحاجة اللي أنا جبتها لك. قلت لها بصراحة. قالت لي أيوه أنا بحب الصراحة. قلت لها من ساعة ما جربت وانا خلاص ما بقتش عايزه حاجة غير كده، ما بقتش أبدا أحب غير الموضوع ده. تصدقي أنه أنا أي نعم بكل مجوزي، وكل ما أكلمه أقوله انزل بقي لجاسة بتاعتك عشان تقضيها معاي، لكن من جوايا ببقى مش عايزاه ينزل. أصلي خلاص اتعودت على الموضوع ده وما بقص عايزه أغيره. قالت لي أزي الراجل راجل برده لأي أنا يعني، لكن أنا لما جبت لك الحاجة دي قلت يعني تبقى موجودة معاكي لحد ما هو ينزل، لكن صدقيني ما فيش أحسن من جوزك. قلت له بس أنا بعمل كل اللي أنا عايزاه وبوصل على درجات الانبساط أنا مش متخيله. لقيتها بتقول ليه طب بقول لك إيه ما تيجي نحن الاثنين عندي تحت ونجرب الموضوع ده نحن الاثنين كده ونحن مع بعض ونشوف إيه اللي هيحلو. قلت لها تفتكري؟ قالت لي وما افتكرش ليه تعالي بس تعالي، وساعتها هنعرف بقي إذا كنا كده هنرتاح أكثر ولا لا، وقدينا بنجرب وبعدين نحن ما فيش بينا كسوف ده. احنا اكثر من الأصحاب يا حبيبتي ده، نحن بقي لنا 10 سنين بنعرف بعض. بصراحة اقتنعت بفكرتها وفعلا نزلت سلت، واليوم ده قضيناه احنا الاثنين ومعانا الحاجات دي كلها. بصراحة هي كانت جايبه كذا نوع في الأسمر والأبيض وحاجات كتير، وانا بقي ما كنت مصدقه نفسي. قلت لها إيه كل ده؟ قالت لي اعمل إيه أصلي أنا بقي جوزي مش بيفكر ينزل خالص دلوقتي، يعني صار له 5-6 سنين ما أنا أعمل كده يا أما هغلط أكيد. قلت لها لا خليكي في كده أحسن، وفضلنا أن إحنا الاثنين كده. بصراحة اللي حصل ما بينا ما أقدرش أقول لكم قد إيه هو ممتع ويخلي الست مبسوطه من اليوم ده، ما بقت عايزه حاجة ثانيه. وفضلنا على الحال ده لحد ما لقيت جوزي بيكلمني ويقول لي أن هو نازل، وأن هو كمان بيفكر أن هو يعني يستقر هنا. ومن ساعة ما قال كده وانا هتجنن علاش إنا كده جيت لكم تلحقوني وتقولوا لي على حل اعمل إيه وأتصرف أزئي، ولا الحاجة اللي عندي دي الواحد القام برده ولا يشوفها ولا حاجة. واننا بصراحة تعبت من التفكير وقلت ما فيش غيركم أنتم اللي هتفيدوني وتقولوا لي اعمل إيه وأتصرف أزئي، واننا هستنى كل التعليقات بتاعتكم واقرمها كويس.